حياكم الله من مطبخ حنوش. اليوم راح نسوي أكلة شتوية طيبة مشتهرين بها العراقيين وبعض العرب ما أعرف إذا يحبوها، وهي يخني العدس بالدجاج. هنا عندي 1.5 كيلو دجاج، الفلفل الأسود اللي ما نستغنى عنه، نص بصلاية، الكركم، الكاري، المعجون، وهنا عندي كوب عدس. وهسه راح نبلش بالصلاة على النبي. نقطع هاي البصلاية، ريتها ناعم. صلوا على النبي يا حبايب. اليوم بس تشوف على مود زفرة الدجاج، كل ساعة غسل ايدي، ما احب يعني الزفرة بدا يضل، حس قد ما اغسلها احس بيها زفرة. هسه راح نبلش بشي الطباخ. اللهم صل على النبي. نحط الزيتات، حطينا هنا الزيت مالتنا. هنا نسيت ما قلت لكم، عندي مكعب ماجي. هذا المكعب ماجي على مود يعطي طعم للدجاج. اكو بيه بودرة واكو بيه لا، هذا. خلينا البصلة هنا نقلبها نقلبها ونقلبها، نقول نقلبها. هسه نخلي الدجاج بعد ما البصل يعني اخذ حمسه. حبايب نسيت انا كل ساعه نسالي شغله. هنا عندي نوميات وصفه 2، وهذا قلت لكم الفلفل الاسود راح اخلي منه شويه لان ما يحبونه حار. عندي هنا الكاري، هاي هنا الكاري لين ما يطلع عندي قليل بالرش. وهنا الكركم. من هسه بدت الروايح الطيبه، نقلبهم. خليه يحمس عليه، راح نطبق عليه، خليه يعني ياخذ حمسه بالبهارات بالبصل مو بصره، بس يحمس عندي. اجي اخلي العدس. هسه راح نضيف العدس المغسول هنا، ونقلب. نطبق عليه حتى يستوي العدس ونحط المعجون. انا خليت 3 ملاعق، 3 خواشيق من هاي معجون، نخبطهن. شوفوا حبايب العدس شلون استوى. هسه ايش راح نسوي؟ الفقرة الأخيرة، المجعون. معجون لو مجعون. وهذا اليخني مال الدجاج. والله عمي فلش تفلش، بس الناس بطرانه تقول لك شنو هم سويت لنا عدس. هاي اكله شتويه ولا ايش تبدون بعد؟ هلا احط شويه مي بعد.
تستوي وقت التقديم اشوفكم. فقرة اليوم الخضرة هاي شنها؟ فينكم اذا عرفتوا؟ شنو؟ فنك اذا عرفتي. نعناع. لا. لا. ريحة قبل بالعرس يغنون يزفون. رشيت الدرب ريحان عبالي يمر منها. اي واذا ضامك الضيم اذكر ايام عرسك. احنا هنا شوفوا هاي ايش قدوته. هاي $5. سؤال، ليش تذكر ايام عرسك؟ اي مو العرس حلو. العرس حلو يصير. عبالي يكتلها. اقتلها ليش اقتلها؟ اي بالليل جوع عباتي وبالنهار جوع عصيتي. سامع المثل؟ عبالي يتعاركون. اي يتعاركون بالشفاتير. والله بالليل يقول بالنهار جوع عصيتي وبالليل جوع بيتي. والله شيطان خطية. هي النهار كله تكرب. هم قولوا لا. هاي احنا من فتحنا عيوننا على الدنيا لهسه نكرب. صرنا عجايز وبعدنا نكرب. مذمم وحميد الله وكيل ومحمد كفيل. شنو هاي؟ الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك الله يعافيك. والله هناك هاي عندي هنا لهانة احبها هيك. شلون ورق الخساف كلها هالشكل. عشتوا عود. هسه كل شيء يعني كل شيء موجود. اي كل شيء موجود. فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء. خطية قبل يعني على هدبيبيتي ومهات قبل كل شيء ماكو قبل. كل شيء لا والله كل شيء اكو بس ما العالم ما عندها. بس قبل حصار. اي حصار. شافت الناس الضيق والله العظيم. هاي انا احبها هيك اقرطها مثل الخس. اول شي بيها ترى فوايد كومه يا حبايب. الخضرة زينة طبعا زينة للأمعاء. للأمعاء لعدة مساك ياكل خضرة. اي نضارة الوجه يعني الصحية بدلات هاي يعني. لا هاي حتى الضع سويتنا النظم بالبرخو. والله يقولوا لي ايش تستفادين من هالخضره؟ ايش قد تحبين الخضره؟ واكو واحد ما يحب الخضره. اكو بهم هواي والله ما ياكلونها. انا لا احبها. عندنا هنا وحده نجيب ان تذكرت هنا سويت ما تذكرت نظل شاطره هيك الشطاره تخر ندانه سودا بوجهي. وحده بس ما اقول لكم ياهي. الله شنو هاي المرقة؟ عاشت ايدك والله طيبة. زينة طيبة يعني. فجوة روح لايدك يوم. عاشت ايدك ربي يعطيك الصحة والعافية. يا هسه نصب نشوفكم. هاي وش دا نسوي؟ والله نسوي الرز التمن بهذا الجدر الكهربائي. شلون يطلع التمن؟ يخبل يطلع التمن الحبة بحبتها. هسه راح يعني اطبخها ومن يستوي اشوفكم. هذا احنا نقول عليه تطبيق تمن. وهنا نخلي الملح حسب الرغبة. نخلي عليه شوية مي. هسه هذا نحط له مي ومن يستوي اشوفكم. خلنا نخلط الملح حتى ما يصير بمكان واحد يعني يصير صفحة ملح ويصير صفحة من ملح. هاي طقة التبشير هي الطعم اللي بيها. ونغطي عليه. هنا شوفوا هاي مثلا الحمرة هاي تطبخ. هنا هاي الصفرة لا تهدر التمن. هاي يما غدا شو استوى؟ شوف التمن شلون ترى جوعانين. ايه
هسه الجوع عنك. شوفوا التمن شلون حبايه بحبايته. شوفوا حبايب، شوف يا سلام، شوف مثل الخرز. خلينا نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، شنو هذا التمن؟ المنظر يحكي ويتكلم. المنظر خرافي. اوه شنو هاي المرقة؟ المنظر خرافي، الطعم فشي. اوه يا سلام. هذا اليخني مال الدجاج. عاشت ايدك. العايشة ربي يعطيك حبيبتي. الصحة والعافية. شوفوا هاي طبختنا حبايب. شوفوا التمن حبة بحبتها. وهذا يخني العدس. هنا الخضرة سويناها، وهنا الخبيزة مالتنا، خبز تنور. هذا قولولي شنو رايكم، لا تظلون ساكتين. هاي يوم طيبة. لا بسم الله الرحمن الرحيم. تخبر فوقيها. اوه هي المنظر يحكي ويتكلم. بسم الله. هاي الأجواء الشتوية يحتاج لها هيك شي، يعني مروقات. ما أقولكم الطعم. لا تنسوني حبايبي من اللايك والسبسكرايب. شكرا لكم على المتابعة.